السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد الذي سنتناول فيه قضية لامين يامال، اللاعب الإسباني المغربي الشاب، وعلاقته بالمنتخبين المغربي والإسباني. لامين يامال هو لاعب كرة قدم من أصول مغربية، ولد يوم 13 من يوليو تموز 2007، ويلعب بصورة أساسية في مركز الجناح الأيمن. مسيرة يامال في كرة القدم كلها بدأت وتكونت في أكاديمية لاماسيا ببرشلونة، لكن موهبته فرضت نفسها وجعلته ينتقل بين فرق الفئات السنية سريعا. لطالما قدمت أكاديمية برشلونة العديد من النجوم إلى كرة القدم، أبرزها بلا شك الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، بينما كان آخر من ظهر للنور منها هو لامين يامال. كان اللاعب الشاب هو أصغر من ينضم لقائمة الفريق الكتالوني على مر التاريخ، وذلك في مباراة رايو فايكانو، قبل أن يكتب التاريخ على طريقته، بأن يصبح أصغر من يشارك رسمياً. حدث ذلك بعد أن قام المدرب تشافي هرنانديز بإقحامه في مباراة ريال بيتس بالدوري الإسباني 2022 إلى 2023، والتي انتهت بفوز البلوغرانا 4-0. كشفت العديد من الصحف الإسبانية اليوم أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم أرسل مندوبين للاجتماع مع إدارة برشلونة من أجل عقد جلسة مع لامين يامال البالغ من العمر 16 عاما. وفد الاتحاد الإسباني التقى بمسؤول برشلونة واللاعب من أجل إقناعه بالالتحاق بالمنتخب الإسباني، خصوصا أن لامين من أب مغربي وأم جنسية استوائية ويمتلك أيضا الجنسية الإسبانية. ويسعى مسؤولو الكرة في إسبانيا من خلال هذه الخطوة إلى قطع الطريق أمام الجانب المغربي الذي يتحرك لجلب يامال للمنتخب كما فعلوا مع عبد الصمد الزلزولي. وسبق لرئيس الجامعة الملكية لكرة القدم فوزي لقجع أن اجتمع مع لامين يامال ووالده على هامش مباراة المنتخب المغربي ضد منتخب التشيلي في إسبانيا. ووجه آنذاك فوزي لقجع دعوة لعائلة يامال لحضور المباراة الودية التي جرت قبل مونديال قطر بملعب إسبانيول ببرشلونة. وخلال الاجتماع، أعطى والد لامين يامال نجم برشلونة الصاعد الموافقة لاستدعائه من طرف الجامعة الملكية لكرة القدم، إلا أن اللاعب طلب مهلة لحسم قراره، بعدما كان تركيزه منصبا على ضمان الأساسية في برشلونة، وهو ما ناله مؤخرا. تجدد صراع بين اتحاد الكرة المغربي ونظيره الإسباني للفوز بتوقيع الموهبة الجديدة في عالم كرة القدم العالمي، لامين يامال، أو كما يعرف لدى المغاربة باسم أمين جمال. من ناحية أخرى، استجاب الاتحاد المغربي بسرعة بعد معرفته بهذا التطور، وقاد رئيسه فوزي لقجع جهودا للتواصل مع اللاعب من خلال وفد مغربي متواجد في إسبانيا. وقد حث الوفد المغربي الشاب يامال على الالتحاق بمنتخب المغرب مع تقديم ضمانات قوية بمشاركته الأساسية وتألقه، مشيرين إلى نجاح مثل هذا النهج سابقا مع لاعبين مغاربة آخرين. من جهته، اتخذ والد اللاعب دورا في تأجيل قرار ابنه، ما دفع وفد الاتحاد الإسباني لتقديم مهلة للتفكير. وبينما تميل والدة يامال نحو الانضمام إلى منتخب إسبانيا، إلا أنها قررت ترك القرار لابنها بما يتناسب مع رغباته. ويعتبر اللاعب مشروعا جديدا ليونيل ميسي من قبل الإسباني، حيث أنهما انطلقا في مسارهما الكروي منذ نفس العمر ومن مباراة نهائي كأس خوان جمبر. هذا الصراع بين المغرب وإسبانيا يأتي في سياق مختلف هذه المرة، حيث تشير المصادر إلى تغير الأوضاع بعد تقديم المغرب وإسبانيا ملفا مشتركا لاستضافة كأس العالم عام 2030. ويبدو أن الهدف هذه المرة هو المحافظة على تناغم العلاقات بين الاتحادين، وعدم التورط في نزاعات للحفاظ على فرص استضافة البطولة. إلى اللقاء في مقاطع الفيديو القادمة لمتابعي وعشاق كرة القدم العربية والمغربية. شكرا لكم على دعمكم الدائم.